السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي. أهلا بكم. معاكم مس مروة مجدي رباح، وفي فيديو النهاردة هنحل على الدرس الأول من الوحدة الأولى من منهجنا الترم التاني بإذن الله من كتاب المعاصر. لو أول مرة تسمعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. دلوقتي احنا فاتحين كتاب المعاصر page 12 صفحة 12. هنحل البوب كويز ده على الدرس الأولاني. تمام، نسمي الله ونبدأ. One, our school has two big A and a garden. Our school يعني مدرستنا has two big فيها حاجتين كبار and a garden وحديقة. يا ترى ايه الاتنين الكبار؟ two big buildings مبنيين اتنين وكبار. طيب two, a or an a is everything around us like air, water, plants and animals. ده تعريف مهم جدا جدا يا شطار. من الدرس الأول طلعنا بالتعريف المهم ده جدا. يا ترى ده تعريف ايه؟ كل حاجة حوالينا من مية وهواء ونباتات وحيوانات. ده طبعا تعريف البيئة. وبيئة يعني ايه؟ environment and environment. طيب 3 بيقول لي كايرو is the capital A of Egypt. كايرو اللي هي القاهرة، طبعا القاهرة هي الكابيتال A capital city يعني العاصمة لمصر. 4 farmers grow cotton and wheat in my الفلاحين بيزرعوا القطن اللي هو القطن and wheat اللي هو القمح in my village. الحاجات دي بتتزرع في القرية، تمام، اللي فيها أصلا الفلاحين. طيب 5 you can find water and trees in a or an a in the desert. أخلي بالي مادام قال لي in the desert في الصحراء، تمام، وقال لي إن بيكون فيها مية وأشجار، يبقى دي طبعا oasis اللي هي الواحة. طيب 6 the Nile flows through Egypt. the Nile نهر ده؟ نهر اللي بيتدفق في مصر؟ نهر النيل. the Nile the Nile river. وخلي بالي ان انا دايما لما اجي اكتب Nile river ال N وال R يكونوا capital يا شطار. 7 people get water from A in the desert. from يعني من. الناس بتحصل على المية من A في الصحراء. طبعا الصحراء ما فيهاش مية خالص، تمام، فبيعرفوا بقى يجيبوا المية من A from wells يعني من الآبار اللي بيحفروها في الأرض. 8 my A who lives next to us is very kind. lives next to us يعني عايش جنبنا، يعني ده ده جارنا، تمام، يبقى my neighbor. طيب 9 people in villages farmed. تمام، يعني الناس اللي في القرى زرعت and animals وعملوا في الحيوانات؟ طبعا raised يعني ربوا الحيوانات. تمام كده. طيب بكده خلصنا اللي هو البوب كويز. هننتقل بقى لأسئلة الدرس الرئيسية. تمام، أول سؤال عندي هو نص استماع. هقرأه يا حلوين مرة ونركز ونحل مع بعض. طيب النص بيقول Selma finished her school project yesterday. It took 3 days. Her cousin helped her a lot. She wrote about life in the desert. She searched for information online first. Then she wrote her project. Her project helped her understand many interesting facts about life in the desert. تمام كده. النص اهو انا قرأته. لو محتاج تاني تعيده رجع الفيديو دقيقة أو اتنين واسمعه تاني. طيب أول واحدة بيقول لي سلمى finished her project last week. هل أنا سمعت إن سلمى finished her project last week الأسبوع اللي فات؟ لا طبعا أنا ما سمعتش ده. أمال هو قال لي إنها خلصته yesterday يعني امبارح، فدي طبعا كده غلط. Two, her cousin helped her a lot. طبعا true، هي فعلا بنت عمها ساعدتها. 3 she wrote about life in the river. 3 هل أنا سمعت إن هي كتبت المشروع بتاعها ده، كتبت عن life in the river الحياة في النهر؟ لا طبعا false. هي كتبت عن life in the desert يعني الحياة في الصحراء. 4 she searched for information online. هل هي بحثت عن معلومات اونلاين على الانترنت؟ طبعا ده true صحيح. طيب السؤال اللي بعد كده choose number one people in the desert. الناس اللي فين؟ desert يعني الصحراء. الناس اللي في الصحراء usually travel on travel on travel يعني يسافر. travel on يعني بيسافروا على camels الجمال.
تمام، مادام قال لي desert في الصحراء. تمام. طيب. two I worked as a school project in the library. عايزة اقول انا اشتغلت في مشروع المدرسة في الايه، في المكتبة، اشتغلت عليه وركزت فيه. ها، ده طبعا ايه worked on. تمام، يعمل على، ودي موجودة في نص ايه، في نص الدرس يا حلوين، ممكن نرجع تاني ونشوفها. Three or an A is a small place، مكان صغير with few people، ناس قليلة and many farms، ومزارع كتيرة. ها، مادام مزارع كتيرة يبقى دي طبعا ايه، a village يعني القرية. Four they worked hard. work hard يعني يعمل بجد، يبقى they worked hard، هم اشتغلوا بجد to solve يا حلوين. solve يعني يحل. ها، عشان يحلوا their life ايه، احنا بنحل ايه، بنحل تحديات الحياة وصعوبات الحياة، يبقى life ايه challenges. Five people lived a tall buildings. هي الناس بتعيش فين، في المباني الطويلة، يبقى يعيش فيه live in. Six the Nile flows in Egypt. يتدفق خلال او يتدفق عبر مصر. طب هي flows flows through يعني عبر او خلال. السؤال التالت يا حلوين، سؤال البوكس. لازم قبل ما ابدا احل لازم اقرا الكلمات اللي هو مديهاني الاول واترجمها في دماغي. تمام، قبل لما ايه اقرا عشان ما اتلخبطش. طيب، عندي هنا tents يعني خيم، camels اللي هي الجمال، neighbors اللي هو الجيران، challenges التحديات أو الصعوبات، wills اللي هي الآبار. طيب. life in the desert الحياة فين، في الصحراء is very different from يعني مختلفة عن life in the city، مختلفة عن الحياة في المدينة. طيب، يا ترى الحياة في الصحراء دي it has many ايه، فيها ايه كتير، ها، it has many challenges، فيها تحديات وصعوبات كثيرة. طب لو انا معرفتهاش واتلخبطت، ما هم مديني كلهم جمع ومديني ثلاثة منهم ينفعوا. تمام. طيب اعمل ايه، والله اللي انت تتلخبط فيها او مش متأكد منها تكمل وتشوف، يعني تكمل الجملة اللي بعدها وتشوف. تمام. ها، او نقرا الايه، او نقرا الفقره كلها مره وبعدين نرجع ايه من الاول تاني ونبدا نحل، عشان ما نتلخبطش وما نشخبطش كتير. طيب. it has many challenges، قلنا فيها تحديات وصعوبات كتيره. people live in live، احنا لسه ايه قايلين ان live يعني يعيش، الناس بتعيش فين، in ايه، ها، in tents في الخيام. They use a to travel from one place to another. علشان يسافروا travel من مكان ايه لآخر، طبعا هما بيستخدموا ايه، camels الايه الجمال. طيب، آخر حاجة people get water from، الناس بتحصل على المية منين، ها، يبقى from the، ها، from the wells من ايه الآبار. آخر حاجة there are a few trees in the desert، في ايه عدد قليل من الشجر في الصحراء. طيب، عندي ايه قطعة صغيرة خالص هنقرأها مع بعض، ولازم سؤال القطعة لازم أقرأ كويس جدا، حتى ممكن أقرأه مرتين أو ثلاثة قبل ما أبدأ أحل. تمام، وأهم حاجة أترجم الجملة اللي أنا ايه بقرأها. Egypt has many different places. مصر فيها many different places، أماكن مختلفة كتيرة. In the city في المدينة there are tall buildings، بلاقي إن في المدينة بلاقي tall buildings مباني طويلة، cars عربيات and busy streets يعني شوارع مزدحمة. Some people بعض الناس live in the village، في ناس تانية عايشة في القرية. Where they، هما بيعملوا ايه هناك، grow crops بيزرعوا محاصيل and keep animals وبيربوا حيوانات. The Nile River نهر النيل gives water to farms بيدي المية للمزارع and people والناس كمان عشان يشربوها. In the desert بقى في الصحراء an oasis اللي هي الواحة has trees and water. يعني الاويسز الواحة هي مكان في الصحراء، ولكن هو المكان اللي بيبقى فيه مية وشجر. We must all help to protect our environment، احنا لازم كلنا ايه نساعد في حماية البيئة بتاعتنا. طيب، أول سؤال عندي بيقول لي the underlined word. underlined word يعني الكلمة اللي محطوط تحتها خط يعني. تمام، اللي هي كلمة busy is the opposite of. opposite يعني ايه opposite يا مس، opposite يعني عكس، يبقى هو عايزك تقول لي عكس كلمة busy. احنا لسه قايلين ان busy اللي هي فوق كانت busy streets يعني شوارع زحمة. طب عكس شوارع زحمة، شوارع فاضية.
تمام. طيب يبقى عكس بيزي ايه من دول؟ فري ولا كراودد ولا ايزي ولا سمول؟ انا اعرف ان سمول صغير في الحجم، ايزي يعني سهل. طيب فاضل لي فري وفاضل لي كراودد. ها هقول لك انا بقى اساعدك. كراودد يعني برضو مزدحم. طيب يبقى ايه بقى؟ ها يبقى هتبقى فري. تمام، فري يعني المكان فاضي مش مزدحم قوي، مش زحمة وخنقة. طيب السؤال التاني this text النص ده is about life in different ايه؟ الحياة في الايه المختلفة. ها in different environments في البيئات المختلفة. ده كلمني عن 3 بيئات. طيب السؤال التالت what are there in the city؟ خلي بالي هو بيسأل عن ايه بالظبط. what are there ايه اللي بيكون موجود in the city في المدينة؟ ها اطلع فوق واشوف. قال لي ايه اللي موجود في المدينة اهو. there are tall buildings cars and busy streets. هي دي الإجابة بتاعتها نمبر 3. طيب السؤال الرابع what do people do in the village؟ what do people الناس بتعمل ايه in the village في القرية؟ الناس بتعمل ايه؟ ها they grow crops بيزرعوا محاصيل and keep هنا هي raise يربي keep animals يربوا الحيوانات. طب السؤال الخامس what does an oasis have؟ هنا have يعني ايه اللي بيكون موجود في الاويسز في الواحة؟ ها احنا قلنا اهو an oasis has trees and water. الواحة بيكون فيها شجر ومية. وخلي بالي من أسئلة المقالية بتاعة القطعة إن أنا أكتب فيها الإجابة بتاعتي جملة كاملة، فاعل فعل تكملة. تمام، ما أكتبش الإجابة بتاعتي عشوائية، كلمة يمين كلمة شمال، لا أكتب له الإجابة النموذجية. طيب السؤال الخامس سؤال الايه علامات الترقيم. طيب اقرأ الاول. تمام، نمبر 1 بيقول لي what did he learn about village life؟ طيب الاقي ان هنا عندي ايه بادئ بوات. وات يعني ايه؟ وات يعني ما او ماذا. فدي اداة استفهام، يبقى اذا ده سؤال. طيب ده سؤال يعني انا احط في الاخر ايه question mark. طيب واي جملة اي سؤال اي حاجة انا بكتبها لازم اخلي اول حرف فيها بيكون ايه كابيتال. طب هل فيها اي حاجة تانية؟ اعدي بعينيا، اعدي بعيني على كل كلمة من الجملة اللي قدامي واشوف يمكن يبقى فيها حاجة تكون ايه مستاهلة ان انا اخليها كابيتال مثلا او علامة ترقيم تانية احطها. تمام. طيب التانية the tall buildings are amazing. المباني الطويلة رائعة. طيب دي جملة عادية ولا هي سؤال ولا هي جملة أمرية ولا تعجبية ولا أي حاجة. طيب برضو نفس الكلام، هبدأ الجملة بحرف ايه كابيتال. تمام، وادي الجملة بتاعتي ما فيهاش حاجة تانية. طيب في الآخر هحط ايه الفول ستوب ايه بتاعتي. طيب السؤال السادس الباراجراف. تمام، واخلي بالي كويس جدا لما باجي اكتبه. اول حاجة من تحسين الخط، ثانيا من اني اكتب جمل كاملة وجمل سليمة. تمام. طيب مطلوب مني اكتب 4 sentences 4 جمل. تمام، يعني 4 جمل يديني مثلا 25 مثلا ايه كلمة ولا حاجة. تمام، ده اقل حاجة انا ممكن ايه اكتبها. تمام، عايز انت تزود عن 5 جمل تكتب 5 6. تمام حلو قوي. تمام، عايز تكتب 30 كلمة 40 كلمة حلوة قوي، بس اهم حاجة تكون كاتب كتابة سليمة. طيب نفتكر مع بعض احنا بنكتب الباراجراف ازاي. اول حاجة انا عندي سطور. طيب مديني عنوان ومديني كلمات ايه مساعدة ممكن استخدمها وممكن لا. طيب اول حاجة بعملها لما اجي اكتب اسيب مسافة 3 حروف. اتخيل اي كلمة من 3 حروف واسيب مسافة وابدأ. طيب هبدأ الجملة بتاعتي طبعا كل جملة انا ببدأها بحرف كابيتال، وفي الاخر لما اخلص احط ايه فول ستوب بتاعتي. لو في اي حاجة من الكلمات اللي انا بكتبها بتتعمل مثلا حروفها كابيتال زي مثلا اسماء الاشخاص اسماء المدن اسماء الانهار البحار اللغات الجنسيات، ماشي كل الكلام ده، اسماء المتاحف اسماء الحاجات المشهورة عموما يعني المعالم مثلا. تمام، كل ده ايه بيكون اول حروفه ايه كابيتال. طيب هنا بيقول لي اتكلم عن different places and the environment في البيئة الاماكن المختلفة. انا اتكلم عن البيئات كلها. طيب نتعلم مع بعض ان اول حاجة احنا بنكتبها اسمها جملة افتتاحية. تمام، جملة عامة. انا هنا بتكلم عن الاماكن المختلفة اللي فين يعني اللي في مصر. طيب خلينا مثلا نقول جملة زي ان مصر فيها اماكن مختلفة كتيرة او بيئات مختلفة كتيرة
اقولها ازاي؟ مصر. مصر يعني ايه؟ ايجيبت. واتفقنا ان انا هسيب مسافة 3 حروف، وهبدأ الايه الجملة بتاعتي بحرف كابيتال. تمام. هقول ايجيبت، مصر. بها يعني هاز، أماكن مختلفة كتيرة، أو خلينا نقول بيئات مختلفة كتيرة. طيب many، مختلف يعني ايه؟ ها different، أماكن. places. تمام. الصفة ايه تيجي الأول؟ Egypt has many different places. طيب هبدأ ايه أوضح؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا في المدينة. تمام. هقول في المدينة، ماشي. in the city. ماشي. في المدينة عندنا ايه؟ السطر خلص ولا يهمك، انزل السطر اللي بعده بقى من اوله. in the city، ايه اللي موجود في في المدينة؟ هقول يوجد ناس كتيرة وعربيات ومباني طويلة. يوجد للجمع اللي هي ايه بقى؟ there are، ناس كتيرة many people. وايه كمان؟ وعربيات cars، وكمان مباني طويلة and tall buildings. افتكر مع بعض، نفتكر مع بعض. لما باجي اعدد اكتر من حاجتين بحط كوما، زي ما انا حطيت كوما كده ما بين people و cars. تمام. وما بين اخر اتنين بحط and، زي ما انا حطيت ما بين cars و tall buildings ايه كلمة and. طيب بس كده؟ طيب ايه رأيك نضيف جملة كمان؟ هي المدينة بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى مزعجة صح كده؟ طيب هقول المدينة، اللي هي ايه؟ the، مدينة يعني city. مالها المدينة مفرد يبقى the city is. خلينا مثلا مزدحمة busy، و and مزعجة noisy. تمام كده. حلوة قوي حلوة قوي كل ده وانا لسه ايه مخلصتش كلامي. طيب تعالى نسيب المدينة ونروح القرية. تمام. هقول ها in the village، في الايه في القرية. يا ترى ايه اللي بيكون موجود في القرية؟ هقول يوجد، برضو there are. there are ايه ناس بقى كتيرة ولا قليلة؟ لا قليلة. قليل يعني few. ها few people. ومزارع كتيرة and many farms. طيب ايه اللي بيميز القرية؟ ان الفلاحين ها farmers. مالهم الفلاحين؟ بيزرعوا. يزرع يعني grow. بيزرعوا ايه؟ محاصيل. محاصيل يعني crops. وايه كمان بيعملوا ايه كمان؟ وبيربوا حيوانات. يربي يعني raise. ها and raise، حيوانات يعني ايه؟ حيوانات يعني animals. بس كده. حلو قوي. عايز تزود جملة وتقول زي ما انت قلت ان المدينة مزعجة، عايز تقول ان المدينة هادية، القرية هادية، تقول مثلا the village is quiet. تمام. حلو قوي. طيب ايه كمان؟ هنقول ان في الصحراء. يلا التالتة. in the desert. ايه اللي بيميز الصحراء؟ ان الناس بتعمل فيها ايه؟ people بيعيشوا. يعيش يعني ايه؟ live في الخيم. هقول live ايه؟ live in tents. بيعيشوا في الخيم. طيب بس كده؟ لا، حاجة كمان. and وبيسافروا على الجمال. يسافر يعني travel. على يعني on. جمال يعني camels. ماشي حلوين. طيب عايز تزود اكتر من كده يبقى انت شطور زي ما انا بكتب بالظبط. كمل. طيب جملة بقى ختامية. والله انا اتكلمت عن الاماكن والبيئات المختلفة. حلو قوي ان انا ايه انهي الايه الباراجراف بتاعي بجملة ختامية حلوة مميزة. زي ايه مثلا؟ نحن يجب ان نحمي البيئات بتاعتنا. اقولها ازاي؟ نحن وي، يجب يعني must، we must يحمي يعني protect. we must protect البيئات بتاعتنا. our ايه our environment. بس انا ايه انا اتكلمت عن بيئات يبقى هجمع ايه بالاس، يبقى our environment. تمام كده. طيب كده احنا خلصنا ايه الحل على الدرس الاولاني. تمام. لو محتاجين اي حاجة نرجع الفيديو ونسمع تاني. تمام. هسيب لكم لينك البيج، بيج الفيسبوك والتليجرام في الديسكريبشن بوكس.
أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.